رجعنا لكم بفيديو جديد من سطح حماتي في الهند. يا جماعة السطح كان متبهدل شوية، فقمت انا وافضل رحنا نظمناه وخليناه بقى مناسب عشان النهاردة احنا كلنا كعيلة هنفطر على السطح. وانا قلت لهم هعمل لهم حاجة سبيشيال جدا وهعمل لهم محشي وربنا يستر. بدأت بقى وجبت المكونات اللي هعمل بيها المحشي واللي ما كانتش شبه المكونات بتاعتنا، بس قلت ايه ان شاء الله الدنيا تظبط في الاخر وارفع راسكم. طبعا يا جماعة دي اول مرة اعمل المحشي في الهند، يعني طبعا نص المكونات مش موجودة وكده، يعني الموضوع شوية. والكرنبة يعني كرنبة صغيرة قوي هنا، بس انا يعني اتصرفت، بس هنشوف بقى طعمه هيطلع ايه في الاخر. كنت هزود خضرة بقى عشان الخضرة اصلا مفيش بقدونس. ريحته تحفة يا جماعة، ريحته حلوة قوي شبه المحشي اللي ماما بتعمله كده، فيعني انا متفائلة انه هيطلع حلو. بصوا شكله. طبعا انا الكرنب عندي هنا يعني بجد تخين قوي ورقه، وبجد هو صغير يعني شبه الكابوتشا اكتر، بس انا طبعا اتصرفت زي ما انتوا شايفين وجبت اكبر واحدة لقيتها. بصوا العرق قد ايه، امرايه بصوا محشية ما شاء الله. محشية دلوقتي ايه، نبدأ بأول محشية. مش هعمليها كتير عشان اصلا الكرنب ده مش زي الكرنب بتاعنا. بصوا مش مهم الشكل يا جماعة، المهم الطعم، ما تحكموش على شكل المحشية لان دي بسبب الكرنبة. يلا يا افضل بقى اجيب الكفتة كده وابدأ معايا علشان احنا متأخرين جدا. ايوه يا جماعه انا اهو، حضرتها. انا جاي بساعد ياسمين في الكفته اهو. طبق كفته معايا. بدأنا بقى المرحلة المهمة، انا الف المحشي وافضل يصبع الكفتة، وهو زي ما انتوا شايفين محترف جدا في تصبيع الكفتة، لان هنا كمان بيعملوا كفتة، فيعني الموضوع مش جديد عليه. فهو دايما لما بنعمل باربيكيو كان هو اللي بيلف الكفتة، فشايفين الاحتراف. انا بقى مش لا تعليق يا جماعة على اللف بتاعي. هنا بقى انا حطيت المحشي الغريب بتاعي على النار، وطبعا عشان انا مستخدمه رز بسمتي فلازم ازود كميه الشوربه، يعني الضعف ما بنعمل في بصوا هغرقه شوربه طبعا لان ده رز بسمتي، يعني انا عامله المحشي برز بسمتي، فايه اعذروني بقى. بصوا كده، هو صراحة الشوربة ريحتها حلوة قوي، والمحشي يعني ريحته حلوة، ريحته بتقول ان هو محشي بس هو شكله ما يقولش ان هو محشي. فهغطي عليه وان شاء الله ربنا يستر، هسيبه بقى شوية يستوي. يا جماعة شكل الكلاب كان عاجبها ريحة المحشي ونفسها تجربه. المهم المغرب كان قرب يقدم، فجبنا بقى المفرش وفرشنا عليه كده بسرعة بسرعة. اهلا بيكم بقى النهارده على الفطار، معانا تشكيله متنوعه هتعجبكم قوي. ايوه عندنا هنا سموسه يا ياسمين. سموسه ايه اسمها سموسه في الهند يا ياسمين. سمبوسك ولا سمبوسه؟ سموسه دي حاجه تانية خالص. ايوه. ومعانا هنا ديكورات الفضا، ودا باو اللي هو بالبطاطس، ده بالبطاطس وحمص معجون جدا. وبطيخ طبعا لازم يبقى عندنا شويه فواكه كده، وبادية وحمص. ودي بقى اللي قلتلكوا عليها شبه الحلبة، هي مش حلبة بس شبه الحلبة كده، بس مش طعمها زي الحلبة خالص. ايوه. ومعانا بقى لبن بالفراولة، حطيت فيه كده شوية اسمه ايه ده، ريحان، بذور الريحان اللي بتنفش كده بيبقى شكلها حلو. بصوا على الوش بيبقى عاملة ازاي. ودي بقى المقبلات بتاعتنا على الفطار. لسه بقى المحشي اللي انا عملته مش عارفه هيطلع عامل ازاي. ايوه اهو هناك اهو بيستوي على النار. وكمان عملت بقى بالرز الزياده لان بجد الكرنب كان تقيل قوي وكان تخين قوي، فقلت بقى هعمل بالرز الزياده. عارفين انتوا لما بنعمل محشي الرز كده مع الكرنب بنقطعها حتت ونحطهم كلهم مع بعض ويتعمل رز لذيذ قوي، انا ماما كنت بتعمله كنت بحبه قوي، فعملته بقى النهارده بدل الكرنب بقعد الف كده وتعبني بجد تعبني. فيلا بينا نشوف النهارده هناكل ايه بقى. دي بقى سفرتنا الرمضانيه النهارده، من غير المحشي لسه هيجي يعني يا جماعه، ده مش كامله السفره. فبسم الله يعني مستنيين اذان المغرب، كلهم هيجوا بقى دلوقتي عشان نفطر مع بعض على السطح، يعني عاملين لهم جو رومانسي خالص. وحتى بالليل ظبطنا، افضل ظبط وحتى المروحه اهو
وحط الاضاءات اهو هيفتحها بالليل، ولسه هنعمل جو رومانتيكي خالص. بصوا شكله يعني السطح بالليل هيبقى شكله حاجة تانية جدا، جو تاني خالص. استنى بقى نقفله دلوقتي مش محتاجين نور. ايه يا ياسمين، خلصتي ولا لسه؟ شايفين بقى المحشي بتاعي اتبهدل خالص. لا والله جميل. إيه ده ده؟ زي شكله سمبوسة مش محشي يعني. ايوه، ما هو اللفة دي لفة السمبوسة، دي اللفة السريعة. ايوه كده ماشي، بس طعمه ان هيكون شاء الله طعمه يطلع إن احسن من ان شاء شكله. الله هجرب، بس ريحته حلوة قوي على فكرة. جيبي على ترابيزة يلا. يلا يلا. اهو محشي جاي مع فطار الهندي وكله ريحته سمبوسة. قلبت الهند. ايوه أنا خايفة خلي بالك، أقلب اوكي التاني. خلي بالك. ها ريحة ايه ده؟ نو 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 نو. I thought you too small. اتبهدلتي الدنيا يا ياسمين. يا ايه ده انت بتعملي ايه؟ يا لهوي. I thought قلت لك صغيرة. الله 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 الله. क्या करिए पलटाइए नहीं तो वो पूरा I शेर। told you I will bring a bigger one. انت بتصور ايه بس؟ انا بتصور انت اتبهدلتي الدنيا ازاي. بس ريحة حلوة قوي على فكرة، بس مش طلعت برا على فكرة، شوربة بس. يا ربي بجد قلت ايه النهارده؟ كل حاجة بتبوظ مني، مش عارفة ليه. حتى الكفتة باظت. اوريهم كفتة عامل ازاي. عادي الكفتة عامل ازاي. بسم الله. يلا نبدأ ناكل. مش مهم الكفتة ومش مهم باقي الأكل، بس في حاجات كتير قوي على فكرة. يلا نقول يلا. وبعد كل اللي حصل ده قررنا ان احنا هنكمل يومنا وفطارنا عادي جدا ونكمله بكل سعادة ولا كأن حصل حاجة. والمحشي طعمه كان حلو وكان مستوي كويس، لكن المشكلة كانت ان انا ما قدرتش مقدار المية للرز البسمتي مظبوط، وانا عاملاه على حساب الرز المصري، فعلشان كده المية او الشوربة كانت كتير. كمحشي كان طعمه معقول يعني، مش واو طبعا مش زي المحشي اللي بيتعمل في مصر، لكن معقول. بعديها رحنا صلينا صلاة المغرب كلنا مع بعض كعيلة. طبعا زي ما انتوا شايفين الكفتة باظت. على فكرة لو حلفت لكم ايه ان انا كنت بظبطها هتصدقوني. النهاردة حاجات बोला يعني صراحة مش عارف مين يجيب لنا عين. انت بقيت بتتكلم كده؟ مين ادانا عين في الاكل النهارده يا لهوي؟ صعبي وشقاية. هي دعم الكفتة بس القوام مش احلى حاجة. فطرنا بقى واتقلنا وانا غيرت لبسي علشان كان مبهدل خالص. طبعا المحشي المية كلها وقعت عليه، فهعمل شاي دلوقتي. بجد الواحد بعد الفطار لازم يشرب شاي بجد، يعني ما ينفعش. بس هعمل شاي بالنعناع، وعايزه اوريكم بقى النعناع بتاعتنا. بصوا النعناع بتاعتنا ده نعناع بلدي ايه ده؟ نعناع بقى احنا اللي عاملينه، قصدي احنا اللي زارعينه. على فكرة سهلة قوي النعناع يا جماعة. غسلتها كويس، هحطها دلوقتي بقى. نعناع الجنينة بتاعنا. شاي بالنعناع احلى قوي اهو. يلا بس ما جايبه الشوكولاتة دي. جايبه عارفين منين؟ الشوكولاتة دي ولا ايه؟ اللي يعرفها يقول لي. اهو يا جماعة لقينا شوكولاتة دي مصري في الهند. لا دي سعودي. مصري ولا دي سعودي؟ سعودي. يلا احلى شاي بالنعناع. بص جايبه لك مفاجأة بقى معايا. عمري ما بلاقيها، كنت بحبها قوي وانا صغيرة لما كنا في مصر، وبعدين كانت بتنزل في مصر يعني، وبعدين بطلت تنزل مش عارفة ليه، او ممكن في اماكن تانية، بس بجد كنت بحبها قوي. لقيتها بقى هنا سبحان الله في الهند. بصوا يا جماعة قاعدين على السطح وهنشرب شاي بعد الفطار و كده يعني مرتاحين شوية.
بس عايز اقول لكم يا جماعه هنا في ناموسه كتير قوي فوق على سطحنا، فكده عايزين نروح تحت. افضل قرر هيهرب من الناموس وهياخد الشاي يشربه تحت. جنات برضو عايز اروح. لا عشان خاطر النت مش هينفع نقعد هنا مع الناموس كتير. ايوه يلا باي 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 يا جوجو. يا فاكره رايحين بره.